حصل لي واحد في الثوار هنا شفت العجب اللي في الدنيا. جيت عشان انا مصر وكانت معدومه مننا الشهامه والرجوله والادميه، كانت كنا محرومين منها. النهارده احتفال 6 اكتوبر فكرنا زمان واحنا كنا اطفال، كنا بنكره اسرائيل جوي، ما كناش بنحبها. الاطفال بتوع 6 اكتوبر نجحوا ان هم يحددوا لنا الحلم ويرجعوا لنا كرامتنا حتى واحنا عيال صغيره. بعد ما جه بعد السادات ما مات وجه النظام السابق، جت الحاجه اسمها 6 اكتوبر، وجت الحاجه اسمها حلم في 6 اكتوبر او فرحه 6 اكتوبر. ما كناش بنفرح بيها قد ما كنا بنفرح بيها النهارده، بس فرحه ناقصه كملت بالنسبه لنا احنا ب 25 يناير. هتكمل اكتر لما نحس ان احنا خدنا حق الشهداء اللي ماتوا في الارض دي، اللي ماتوا غدر بسبب النظام الفاشل اللي فات. تمام؟ في الحاله دي نحس فعلا ان احنا انتصرنا زي ما انتصرنا في 73. 25 كملت 6 اكتوبر بالنسبه لنا. تمام؟ والفرحه هتبقى واحده، لان احنا ناس مصريين بنحب البلد دي وحاجه مفيش دوله ثانيه هتستحملنا غير مصر. تمام؟ وبقول لكل المرشحين ادينا النهارده 9 شهور، عملتوا ايه؟ سويتوا ايه؟ ايه اللي عملتوه؟ مين اللي فيكم كلكم تخيلتوا ان كنتوا احمد عراضي، سعد زغلول، مصطفى ابو كامل؟ انتوا فين من جمال عبد الناصر حتى؟ انتوا فين من جمال عبد الناصر حتى؟ 9 شهور وفي الاخر خالص اتفاجئ ان في مؤتمر امبارح بيتكلموا عن الانفلات الامني. احنا ننزل من نمسك الانفلات الامني، الحكومه لوحدها مش تقدر تعمل حاجه. انتوا عملتوا ايه؟ قدمتوا ايه؟ لذلك انا برشح اجمل واحسن واحد يستحق ان هو يكون رئيس جمهوريه متواجد هنا من بدايه الثوره، وكل شباب الثوره اللي عاش واللي استشهد يشهد بذلك. بمحمد الجن ابني 10 سنين و30 سنه يبقى 40 سنه، 30 سنه صح مع سنه 10 سنين. تمام؟ مع سنه اللي هو 10 سنين يبقى 40 سنه، متوفر عليه الشروط ان هو ينزل رئيس جمهوريه ويتعدى اي حد من اللي هم موجودين مرشحين نفسهم دلوقتي ان هم قعدوا قد ما هو قعد. انا قاعد انا وهم في فندق في اسماعيليه فوق، ما روحناش عشان عايزين البلد دي وندور على الحاج بتاع البلد دي انه يرجع لكل اصحابه، ومش هرمي الحمل كله على الحكومه الوحديه. لا، احنا بنبدا بانفسنا. كان المفروض المرشحين دول بدل ما مالين كل واحد فيهم بتفكر في حاجه واحده بس، ازاي يبقى رئيس جمهوريه بس، مش ازاي تبقى مصر حرة، مش ازاي تبقى مصر مدفوعة، مش ازاي تبقى مصر ناجحة. ده كل المرشحين بيفكروا بكده. ايه اللي بيعملوه؟ ايه اللي هم عملوه؟ غير كل واحد فيهم بيقطع في مصر حتة. لا، مصر امانة في ايد الكل، في ايد كل مصر حر. مصر امانة نرفعها لفوق عشان تطلعنا معاه، مش كل واحد بيرشح نفسه وعايز منها حته بس عشان تبقى فرحه رئيس الجمهوريه. عملوا ايه؟ اهو الولد ده عمل اكثر واحد منهم كلهم. لذلك انا برشحه رئاسه الجمهوريه، ولعب عيال بلعب عيال، ومش هرجع الحكومه حاجه تاني، بل بالعكس احنا هنساعد الحكومه لان احنا بني ادمين علينا واجب ولنا حق ولازم نعمل. انا بحبها وبعشقها قوي قوي قوي، ولما بتقدم ابني وبقول ان هو دوت رئيس الجمهوريه بعرف اللي هو عامل نفسه ان هو حاسس ان الشعب المصري مش فاهم، يعني بنقول له احنا فاهمين. ولذلك بنلعب نفس اللعب اللي انتم بتلعبوه، لعب عيال بلعب عيال، بس اولى ان هو في الموجودين كلهم اولى بيهم محمد عبد الناصر الجسد اللي هو اكثر واحد قاعد هنا في ميدان التحرير، واكثر واحد هنا اتعرض للضرب والاصابات والاهانه لحد ما بقى شارك ان المصريه والادميه ترجع تاني للحضر. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. الى ما ينادي به شهداء ثوره 25 يناير، فأنا بثلاثة في كل الظهر إعلان كلمة الحق وانقطاع الفساد والفاسدين. لذلك أتينا رجال التحرير
المصريين والبدر لديكم بلاد. نحن نبات المصري نحتاج إلى نفس حتى ننمو والمقصود في بلاد الفرد هو الأمن والأمان. نحن نريد عدالة اجتماعية. أولا نريد التعليم علشان نحن لم نتعلم بعد النظام السابق. نحن أبناء الجيل المصري ولا نسمح لأي أحد أن ينقرض لنا. وهذه رسالة لكل العالم أنه الاضطراب إنهاء الجيل المصري. أطفال الجيل المصري أبناء مصر الجنة ولا 25 يناير. سجل يا كريم إياكم والعربي إياكم والعربي إياكم والعربي. محسوس أهم لهم قوات مسلحة وتذكار عصام شرف أن الطفل المصري أذكى طفل العالم. حافظوا على هذا الجيش يدور حولنا على ناس سكان كثير. نريد المعرفة من أراد الاستفسار ونرجو الاتصال على رقم 010 366 876 النبات المصري أولاد عبد الناصر الجنة. ثلاث 25 جنيه وحسينا مصر من بعد غياب 30 عام. تحيا مصر! 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 تحيا مصر!